طيب مبدئيا بس الاول كده، لما نبدا نسجل على موقع الاي ام اي او عايز اسجل الامتحانات بتاعتي، يبقى لازم حضرتك في المقام الاول تدخل على موقع الاي ام اي نفسه. هو موجود قدام حضرتك. كل اللي انت هتعمله ان انت هتبدا تعمل، حضرتك تدخل على الاسم اي ام اي نفسه. ده كده النقطه الاولى. النقطه الثانيه ان انت للاسف ما سجلتش خطوتك، يعني لازم تبدا تعمل ممبر لوجن. في الجزئيه دي بقى، يبقى دي كده الخطوه الاولى. نركز مع بعض. دخلنا هنسجل اسمنا. لو انت عامل يوزر نيم وباسورد، ده اجراء طبعا اكيد في الاول. ده اجراء بعدين لما تكون عامل اكونت. لكن حضراتكم لسه ما عملتوش اكونت، يبقى لازم حضرتك كده تبدا ريجستر ناو. طبعا احنا في اسماء موجوده نستعملها بعدين. طيب كده انت هتبدا، هيديك ويلكم. هيسالك طبعا tell us about yourself، يعني ادينا اسمك. بيبقى ريكيورد هنا، والايميل ادرس. لازم اعمل ايميل مخصوص للموضوع ده؟ طبعا لا، مش شرط. مش شرط ان انت تعمل ايميل مخصوص قوي للبوينتس دي. فاي ايميل هو المعهد او الاي اي هيبدا يتواصل مع حضرتك بناء عليه. تمام كده؟ طيب تبدا تعمل كونتينيو. طبعا انت هتبدا تكتب. محمد هيبدا يكتب داتا غير الداتا اللي انا هتكلم عنها، بس هتبدا تكتب اسمك. هو بيقول لي هنا الكاستمر ده اوريدي اكزيست، الكاستمر ده اكزاكتلي موجود. تمام. طيب انا هعمل له يعني استمرار anyway. طبعا لو انت بتسجل اول مره مش هيجيب لك الكلام ده. هو طلب منك الاسم الرباعي اللي هيصدر في الشهاده، وطلب منك الايميل اللي هيبدا بعد كده الاي ام اي او المعهد يخاطب حضرتك فيه بس. فتعالى كده ناخد اجراء اننا هنسجل حد جديد اصلا. نقول الايميل ادرس QA 2017 AUC gmail.com، واعمل كونتينيو. سيف. وبيقول برضو ده موجود. حق ايميل جديد. تمام. فابتدى كده كتب الايميل. هتبتدي تكتب له الايميل لوكيشن هوم اور بزنس. طيب السلكشن بتاعك، انت حضرتك واخد لقب مستر ولا دكتور؟ ليه؟ لان العضويه هتفرق. طبعا. فنبدا بالساده الزملاء، يا اما مستر. تمام. الفيرست نيم هتكتب اسم احمد. الميدل مثلا اللي هو الاسم الثاني مثلا نادر. اسم الجد والعائله او اللقب يبقى هكتب له مثلا نادر لو اسم لقب تاني. واسم العائله اللي هو اسم الجد ايا كان. تمام. طيب حضرتك بقى آه، محتاج الاسم كتكست بقى بالنسبه للجندر. هيكون حضرتك النوع ايه؟ فده موضوع معروف يعني. فميل، وهاخد اوريدي PR. وبعد كده هبتدي اكتب. مهم قوي العناوين دي تتكتب بالتفصيل،
لان على حسب الدوله انت بتاخد خصومات. يعني هتبدا تكتب اسم الدوله بتاعت حضرتك، اكيد مش اليونت ستيت، يبقى غير بقى، قول له مثلا دوله مصر، لان لو كتبت مصر هيبتدي يبان لك الخصومات اللي موجوده جوه مصر. لو كتبت في السعوديه يبقى هيجيب لك الخصومات بتاعت مين؟ بتاعت السعوديه. فناخد ايجيبت. فبيسالك بقى حضرتك ساكن فين؟ هل ده عنوان شغل ولا هوم؟ النمبر والاسم فين؟ دي كلها حاجات لازم تتكتب، دي موجوده في الاي دي في بطاقتك يعني. المحافظه اسمها ايه؟ الباسكود البريد بتاع المحافظه، ثم رقم تليفون حضرتك اللي هنتواصل بيه معاك. حط لك ادي كود المحافظه، فهتبتدي تكتبه، ثم بيسالك عن اليوزر نيم، سوري، الديت اوف بيرث، تاريخ الميلاد، وحط لي باسورد واعمل له كونفيرم. حط باسورد واعمل له كونفيرم كده. ولازم الباسورد يكون دقيق شويه. وافق على البوليسي، وهنا كل الاشتراطات دي خاصه بالامتحان بس مش اكتر. طبعا في علامات استريك احنا ما ضفناهاش، يعني في حاجات مطلوبه ما اتضافتش. بعد كده لو كملت معايا في الجزء ده يا مصطفى او احمد او الشباب كلهم، هيبدا يطلب منك شهاداتك واعتماداتك، فانت هتبدا تسحبها وترفعها سكانر وقت ما تطلب معاك، يعني كانك بتعمل اكونت عادي جدا. فالموضوع في النقطه دي مش صعب، كانك بتعمل اكونت على لينكدين بطريقه عاديه جدا. فبعد كده المفروض تبقى انت عملت معايا كده الخطوه الاولى. حلو. بعد كده عملت الخطوه الاولى، نيجي بقى لخطوه ان انا ازاي احجز الامتحان. دي الخطوه الاهم. خلاص بقى عندك ايميل، عندك مين، باسورد، اعمل ساين. فده كان زميل ليكم، كان كاتب عنوانه بياناته بالطريقه دي برضو. تمام. كل البيانات لازم طبعا تبقى صحيحه ورسميه، ومفيش فيها اي ايديت او اخطاء. تمام كده. طيب، فلما بتيجي دلوقتي عند، انت بقالك اكونت وانت دخلت كده على السيستم نفسه، تيجي عند السي ام اي سيرتيفيكيشن، دي الخطوه رقم. عملت اكونت ورفعت بياناتك والداتا بتاعتك كلها. بعد ما دخلت تعالى في الشريط هنا واختار سي ام اي سيرتيفيكيشن. تاخد منها حاجه اسمها جيت ستارت. جيت ستارت بقى عشان تبدا نسجل مع بعض. في الجيت ستارت ده بيقول لك قدامك 3 خطوات علشان تقدر تسجل. انت حضرتك عشان تبدا تسجل فيه كذا اجراء لازم نمشي عليه. فهو بيديك كده ايه الحاجات اللي المفروض توصل لها. فهنعمل قلنا بقى خلاص عشان نبدا نسجل في الكلام ده. طبعا ده زميلكم في جروب سابق امتحن بارت 1 وهيمتحن بارت 2 قريب. هو زميلكم مصطفى عمل خطوه السي ام اي بروجرام ريجستريشن، يعني حضرتك هتلاقي ال4 خطوات دول معاك يا محمد. فخلاص بقى، اول ما انت بتلاقي اول نقطه كده، هو بس في حاجه اسمها درجه عضويه. في الخطوه اللي بعدها ان انت هتختار، يقول لك انت ناوي تدخل تحجز امتحان ايه، فاقول له امتحان السين ايه. دي الخطوه الاولى، لاني زي ما
انتوا شايفين في اكتر من شهاده بيقدمها الاي ام اي. فهنا بقى انت هتختار السي ام اي بروجرام ريجستريشن، تختار اسم البرنامج. هتلاقوا المعهد بيديكم كام عضويه؟ المعهد بيديكم 3 عضويات. عضويه الناس الاكاديميين اللي هم زينا بيدرسوا السي ام اي او اعضاء هيئه التدريس، فدي مش بتاعتك. تمام. في عضويه للستودنت للطلبه، في عضويه للابروفيشنال الخريجين، هي دي اللي انت هتختارها. عضويه الستودنت لما تكون طالب يعني اتس اوكي. طيب بعد كده انت بتدخل على السي ام اي بارت 1. فانت مش هتبدا بارت 1، هو زميلكوا دخل وحجز امتحان بارت 1. بس تعالى نمشي كده باجراءات افتراضيه، لاننا مثلا هنظبط له تمام طريقه حجز اي بارت ممكن تتم ازاي. والنقطه دي يا محمد مهمه جدا. فاول ما انت ابتديت تحجز بقى، انت خلاص اخترت سي ام اي واخترت العضويه بروفيشنال، بتلاقي الثلاث ويندوهات ظهروا قدامك. بتلاقي الثلاث ويندوهات ظاهرين قدامك. اقول تاني، بتلاقي الثلاث ويندوهات ظاهرين قدامك. المفترض بتبدا تختار انت عايز ويندو يناير فبراير، ولا مايو ويونيو، ولا عايز ويندو سبتمبر اكتوبر. الويندو اللي يناسبك حضرتك خلاص اختاره. انت طبعا هتختار بارت 1 عوضا عن بارت 2. حلو جدا. بدأ بقى يسألك هنا، بيقول لك انت عشان تحجز بارت 2 بالنسبه لمصطفى يعني في دور يونيو، تكلفه الامتحان 345. طبعا لو انت لسه بتحجز امتحان لاول مره، هتلاقيه يا مصطفى يا محمد جاب لك العرض فوق هنا. لو انت لسه بتحجز لاول مره، لان زميلنا ده سجل قبل كده فخد اوريدي المنحه. تمام. فبالتالي هتلاقي مديك اشعار، اضغط عليه هيروح يديك سؤال تاني، هتلاقي اشعار عن الخصم موجود قدامك. فهيسالك سؤال، انت مقيم في اي دوله؟ عشان لو انت مقيم داخل مصر هتاخد الخصم ال 50%. فبيسالك فعل تاني انت فين، فلازم تختار اسم الدوله. لكن لو انت اوريدي اقامه دولتك ما عليهاش اي اوفر عروض، هتلاقيه جاب لك الرسوم زي ما هي كده، تروح تعمل تشيك اوت. وهنا بقى هتشوف طريقه الدفع للرسوم اللي موجوده عند حضرتك قد ايه، وهتدفعها كام بالتفصيل. طبعا هنا دي معلومات سريه، فانت كل واحد هيبدا يشوف هو هيستعمل اي نوع من انواع السداد. هو بيعمل لك تاكيد بس على العنوان بتاع حضرتك البينج ادرس، وبيبدا بقى هنعمله نيكست. فهيديك ايتم سمري، يعني يقول لك هل العنوان ده بتاع حضرتك بالتفصيل، وانت حجزت امتحان سي ام اي بارت 2 تمام، وتكلفته 1 2 3. وادالك تاكيد تاني اهو في ايتم سمري انت حجزت ايه، والايتم واحد بس وتكلفته والتوتال قد ايه. تعمل نكست. الجزء الاخير بقى ان انت بتعمل بيمنت خلاص، يعني تبدا تسدد قيمه الاشتراكات الموجوده عندك، وده يتطلب ان يكون موجود عند حضرتك فيزا علشان تقدر تشتغل بالموضوع ده. كلام جميل. بس وعشان محمد يعني مصطفى عنده ريجستريشن قبل كده، فبص كده هتبدا تكتب الكريدت كارد وتبدا تكتب. تمام. عشان مصطفى بس مسجل اوردر، انا مش عايز اخصمه له يعني. تمام. فهبتدي اكتب الكريدت كارد نمبر والنيم اون كارد، الاسم بتاعك، والاكسبيريشن ديت تاريخ الصلاحيه، ده كله موجود على
الفيزا بتاعت حضرتك، تمام، والسكيورتي كود برضه مكتوب او الاس ام اس. فكل ده بيبقى موجود على الكارت، يا دوب بس انت هتضيف الداتا والبيانات وتبدا تديله بيرميشن بالدفع، خلاص كده. ممكن تدفع طبعا باي بال، ممكن. فطبعا غالبيه العظمى منكم هيدفع شيك، فبالتالي كده الموضوع ده عنده. وهنا بيقول لمصطفى خد بالك ان انت عندك ممبر سيفنج $115. خلاص كده. لا ده بالنسبه للسيل اوردر بتاع وصل كده. ده بالنسبه لطريقه التسجيل بس كده. هيتبعت لك ايميل، وخد بالك وانت بتحجز الامتحان هيسالك انت هتمتحن جوه محافظه ايه. فاحنا في القاهره في مصر يعني عندنا القاهره واسكندريه، فهي تمتحن هنا يا هنا. اما في كل دوله ثانيه هو بيقول لك انت الامتحان بتاعك ممكن يبقى في اي مكان حسب الاماكن المعتمده لامتحان الاي اي او السي اي نفسها. يعني هو تمام. مبقاش اونلاين يا دكتور؟ نعم. الاونلاين اتلغى؟ ما هو لو انت عايز تحجز اونلاين برضه بتديله بيرميشن على الحجز الاونلاين. تمام. ماشي. بس هو الافضل طالما يعني هتشتغل اوف لاين، الافضل يعني يكون انسب شويه، لان متطلبات الاونلاين عايز جهاز بمواصفات خاصه الصراحه، وامكانياته كتيره جدا. هيطلب منك تاكيدات كتير قوي جدا على الايميل. دي كانت فرصه ايام كورونا، لكن دلوقتي ما اعتقدش ان انت فرصه ان انت تدخل على الامتحان على طول افضل. بس طب علشان افترضنا يا ما دكتور حد يحصلش سافر، مشكله طارئه في اللاب اثناء الامتحان وتلاقي نفسك انت في مشكله كبيره يعني. م. افترضنا حد مسافر، يحجز من دلوقتي ولا بيبعت ايميل تاني ان هو سافر، ولا يستنى لما يسافر؟ بمعنى يعني مثلا حد مسافر راح يشتغل مثلا بره في دبي، في السعودية، هو يحجز دلوقتي ماشي وعايز. احجز، بس وقت الامتحان انزل مصر، لان المكان اللي انت بتمتحن بيه بيبقى معروف الاي دي بتاعه تبع اي دوله. يعني مش ينفع تبقى في مصر، من مصر وفي دولة عربية وتمتحن هنا؟ بالظبط كده. انت ممكن تبقى في مصر في السعوديه دلوقتي احجز الامتحان جدا، تمام. طيب وممكن وقت الامتحان انزل مصر. في اجراء تاني ممكن يتعمل، اللي هو ايه، لو انت دلوقتي مصري وفي السعوديه، بتروح تاخد الايميل بتاع الاي ام اي نفسه، وتروح باعت لهم ايميل كانك بتطلب منهم بيرميشن، اذن او تصريح ان انا موجود في السعوديه ومعايا ما يثبت الايه الاقامه بتاعتك جوه السعوديه، بس بشرط ان انت تكون عديت سنه يعني، علشان يبقى الاي ام اي شايف ان انت بقالك فتره متغرب، لكن ما بقالكش 3 شهور هو يوافق. تمام. فتبعت له بيرميشن، فممكن البنك يبعت لك سوري الاي ام اي يبعت لك بيرميشن فعلا، يقول لك مفيش مشكله، عندك الحريه ان انت تاخد نفس الخصم وتمتحن وانت في السعوديه. وده حصل فعلا مع ناس كتير جدا. بس لازم تبعت ايميل بالبرميشن الاول، هتبعت فيه صوره اقامتك اللي موجوده داخل الدوله الخارج مصر مثلا، وتبدا تستفاد من خصم عالي جدا. لو تمام. اداك البرميشن خلاص امتحن من السعوديه وهتاخد نفس الاوفر هو. تمام. يعني الاوفر حرفيا يعني لو قدرت تاخده قبل ما سنه 22 تخلص، فانت هتدفع في تكلفه الامتحانات كلها ما يقارب 7000 فرصه يعني. ماشي.